بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ابناء طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهارده باذن الله هناخد الدرس 3 في الوحده 10 اللي هو بيتكلم ازاي نحسب المساحه بتاعه المستطيل او المساحات يعني باستخدام اجزاء حائط الكسور او شبكه المربعات. درس سهل جدا، يلا بينا نشوفه مع بعض. بيقول لي ارسم مستطيلا بعداه 7 وحدات و4 وحدات. بعداه ده يعني يقصد بيه طوله وعرضه، الطول 7 مثلا والعرض 4 من الوحدات المربعه اللي هنا دي. وبعدين نحسب مساحته بطريقتين مختلفتين. اول حاجه هنروح قال لي ايه البعدين، يعني الطول 7 مثلا والعرض 4. تعالى بقى نبدا هنا كده، عايزين نعد 7 وحدات. هنبدا مثلا من هنا، عايزين نشتغل مظبوط. طبعا احنا مش معانا مسطره فالشغل مش هيكون مظبوط قوي زي لو في مسطره. ادي هنا ايه 1 2 3 4 5 6 7 اهي. المفروض وانا بشد خط ايوه احاول اطلعه جميل كده زي المسطره. ده كده 7 وحدات، ده الطول. طب العرض 4، طب يبقى هنا ايه 1 2 3 4. المفروض نهايتها هنا كده اهي، ده كده العرض. طب الطول التاني اهو 7 برضو، والعرض التاني 4 برضو. ما احنا عارفين المستطيل كل ضلعين متقابلين طولهم قد بعض، ماشي. طيب احنا كده حسبنا، احنا كده رسمنا زي ما هو قال مستطيل بعداه 7 و4. عايزني بقى احسب الايه المساحه بطريقتين مختلفتين. اول حاجه المساحه هي عباره عن مجموع المربعات اللي جوه دي، فانت بقى تروح تعد له كده بقى تقول له ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. ايه ده يا مس؟ احنا نقعد نعد ده كله؟ ده طريقه رخمه قوي. المساحه طبعا طلعت باول طريقه 28. ايه بقى دي مساحه، فبنقول له وحده مربعه. وحده ايه مربعه، المساحه بالتربيع. تمام. هل احنا بقى كل مره نقعد نعد كده؟ لا، احنا فاكرين مساحه المستطيل كانت بتساوي ايه؟ مساحه المستطيل كانت بتساوي الطول في العرض. القانون بتاع المساحه كان بيساوي الطول في العرض. الطول في الايه في العرض. ما هم البعدين دول اللي قالك بعدين كذا وكذا، هم دول الطول والعرض. يعني هتساوي الطول كان 7 والعرض 4، هقول له 7 في 4 بكام؟ 28 وحده مربعه. طبعا الاسهل ليك انك تقعد تحسب بقانون المساحه، مش تقعد تعد، لان ممكن يجي لك مستطيل كبير قوي في اوقات هتقعد تعد كتير قوي. طب هنا بس لازم تعرف الطريقتين. يبقى انا رسمت له المستطيل، حسبت له المساحه بطريقتين مختلفتين. اول طريقه ان انا قعدت اعد له الوحدات اللي جوه دي كلها. ما هي المساحه هي عباره عن عدد المربعات اللي جوه، الشكل كله من جوه، هي دي المساحه. اما المحيط بقى بيبقى الشكل من بره، الاطار الخارجي او البرواز اللي بره بتاع الشكل. تمام. طيب تعالى بقى نشوف مثال كمان. قال لي برضو ارسم مستطيلا. ارسم ايه مستطيلا بعداه 4 سنتي و2 سنتي ثم احسب مساحته. البعدين 4 و2. طيب تعالى كده عشان نعمل 4 وحدات. لو قلنا هنبدأ من هنا مثلا ادا 1 2 3 4 النهاية هنا كده، وهنا 2 ادا 1 2 النهاية هنا كده. طيب ده الطول اهو عملناه 4، وده العرض 2 اهو، العرض 2 الطول 4. طبعا انت لو بتعمل الكلام ده تعمله بالمسطره مش بايديك كده، لكن احنا هنا طبعا ده المتاح دلوقتي. تمام. قال لي بقى انت لو عايز تقعد تعد بقى من جوه هتلاقيهم 8، بس احنا هنحسبها له احسن بالقانون. مساحه المستطيل بتساوي ايه الطول في العرض. مساحه المستطيل بتساوي الطول في العرض. الطول في الايه في العرض. الطول في العرض. الطول يا حبيبي 4 والعرض 2، يبقى 4 في 2 يدينا 8 8 ايه بقى مش سنتي، هنا وحده مربعه، دي مش سنتيات، دي بالوحده المربعه. ال8 وحده ايه مربعه. مربعه لان دي مساحه. طب مثال تاني قال لي ايه ارسم مستطيلا مساحته 12 وحده مربعه بثلاث طرق مختلفه. لحظه، يعني هو جاب لي المساحه عايزنا انا ايه بقى؟ انت اللي هتجيب له الطول والعرض اللي يساوي لك 12. مش انت واخد ان مساحه المستطيل بتساوي الطول في العرض؟ ايوه مساحه المستطيل بتساوي الطول في العرض. تمام. طب هو يا حبيبي جاب لك المساحه جاهزه 12، جاب لك 12 كام في كام بقى يدي 12. عايزين 3 طرق مختلفه، يعني 3 حلول. ممكن نقول له 2 في 6 بيدينا 12، ده المستطيل الاولاني يبقى بعدانه الابعاد بتاعته يعني طول العرض 6 و2. وممكن اقول له برده هيبقى 3 في 4 دول بيدي 12 برده، وممكن اقول له 1 في 12. طب تعالى نرسم اول مستطيل اللي هو ابعاده 2 و6. تعالى يا حبيبي هتعد 6 وحدات. هتبدأ من هنا ادا 1 2 3 4 5 6 هنا كده 6 اهو، وبعدين والعرض 2 ادا 1 2 اهو،
هتوصل كده اهو. ده المستطيل الاولاني، لو عديته من جوه هتلاقيه 12 وحده فعلا، 2 و2 4 و2 6 و2 8 و2 10 و2 12. طب التاني هنقول له 3 في 4 البعدين، 3 في 4 تعالى هقول له 4 وحدات. نبدأ مثلا من هنا، ده 1 2 3 4 النهاية هنا كده، ده كده الطول وده كده الطول اهو. العرض بقى 3 1 2 3 النهاية هنا كده اهو، 3 وحدات اهو، نوصل 3 وحدات اهو. 3 في 4 ده التاني. طب التالت كان قال لي 1 في 12 تعالى، يعني احنا هنعد 12 ايه وحدة. طب عد، ابدأ من هنا كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اهو كده 12 كده ايه 12. قالك في واحد يبقى نهايته هنا كده اهو. ده كده مستطيل تاني مساحته 12 وحدة. لو عديت الوحدات اللي جوه هتلاقوهم بالفعل. عد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يعني باختصار لو هو جاب لك المساحة وقال لك ارسم لي مستطيل، هتشوف ايه هي العددين اللي تضربهم في بعض يدوك العدد اللي هو اديهولك بقى بتاع المساحة، سواء كانت 12. يعني لو عدد مثلا زي 9 مثلا هنقول له 3 في 3 مثلا، او 1 في 9 ماشي. لو عدد زي مثلا 6 هقول له 2 في 3 او 1 في 6. تمام. طيب يلا نشوف امثله تانية. بيقول لي ايه بقى، ركز معايا هنا بقى، ده اللي هيجيلك في الامتحان. قال لي ارسم مستطيلا بعده 4.5 و3 وحدات. 4.5 ده طول، 3 ده عرض، ده دول البعدين بتاعه، ثم احسب مساحته. تعالى يا حبيبي احنا هنعمل 4.5 ازاي؟ تعالى انت هتبدا من هنا كده. طيب ادي 1 2 3 4 لحد هنا كده 4. طب احنا عايزين لحد نص كمان، يبقى احنا خدنا نص بعد ال4 ماشي. طيب في 3 ادي 1 2 3 التلاتة بتنتهي هنا كده اهي. هنا كده انت هتنزل اهو. لما تيجي تحسب مساحته بقى، تعالى برضه هقولك على الطريقتين. لو انت عايز تعد بقى مثلا هنا ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وده نص زائد نص زائد نص، يعني هقول له 12 زائد نص زائد نص زائد نص هيدينا كام بقى؟ النص ونص دول بواحد، النص ونص دول بايه؟ بواحد، وكمان نص، يبقى دول واحد اهو، هحطه على 12 يعني هيساوي 13 ونص. 13 ونص ايه؟ وحدة مربعة. وممكن نضرب ازاي بقى؟ هقول لك ان انا هجيب مساحة المستطيل بالضرب. هقول له مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض، ماشي، بتساوي ايه؟ الطول في العرض. عندك الطول كان 4.5، انت عايز تضربه في العرض اللي هو 3. هنستخدم خاصية التوزيع. ازاي بقى؟ هخلي ال4.5 دي نص زائد 4 وهضرب فيه 3، وهضرب في ايه؟ في 3. هتاخد ال3 مرة تضربها في 4 ب12، تمام، زائد 3 في نص، 3 في نص. ال3 دي كأنها في البسط، ما هي 3 يعني 3 على 1. هتضرب بقى 3 في 1 ب3 و1 في 2 ب2، تبقى 3 على 2 كده، يعني 12 زائد 3 على 2. طب ما هو ال3 على 2 دي نفسها انت ممكن تاخد من ال3 2، يبقى 2 على 2، لو انت خدت من ال3 2 هيبقى 2 على 2 بايه؟ بواحد. هتحط 1 زائد 12 يبقى 13، ويبقى لك هنا بعد ما خدت من 3 2 قصدي، يتبقى لك 1 على 2، يعني 13 ونص ايه؟ وحدة مربعة. تعالى بس نشوفها في مثال تاني هتفهمها احسن. قال لي ايه هنا؟ مستطيلا بعدها 4.5 وحدة و2.5 وحدة، ده نرسمه بعدين نحسب مساحته. تعالى 4.5 هنبدأ مثلا من هنا، ادي 1 2 3 4، النص هنا كده اهو ماشي. بعدين 2.5 ادي 1 2 وده النص هنا كده، ما روحتش للاخر لل3 ماشي اهو. لما تيجي توصل اهو، ما تجيش بقى هتقول لي انا هرسم، هقول 1 و1 و1 1 والاخر اجمع نص ونص ونص، دي نصاص كتير اهي. ممكن تعمل كده وتجمع عادي، بس انا مش عايز يعني، ماشي دي طريقه بتاعت التجميع، لكن احنا هناخدها بقى بالضرب. مساحه المستطيل بتساوي ايه؟ الطول في العرض. الطول في الايه؟ في العرض. اسهل طريقه انك تحسب المساحه وعندك كسور، ارفع الكسور على طول. يعني انت عايز تقول له 2.5 في 4.5 ماشي، هقول له بيساوي، ارفع الكسر. بنرفع الكسر ازاي؟ حط المقام 2 زي ما هو، وهنا المقام 2 زي ما هو. ارفع بقى، بنقول ايه؟ ايده في رجله، 2 في 2 ب4 و1 5، وهنا ايده في رجله 4 في 2 ب8 و1 9. الضرب اضرب البسط في البسط والمقام في المقام. 5 في 9 بكام؟ ب45، و2 في 2 ب4.
طيب كده خلص؟ لا طبعا، انت عندك 45 عايز تقسمها على 4، تعالى اقسم كده من الشمال. 4 على 4 فيها 1، تحطها على الشمال. بعدين 5 على 4 هناخد من ال5 دي 4. 4 على 4 فيها ايه؟ 1 كمان. وبعدين هيتبقى لي، اعمل شرطة الكسر، بعد ما خدت من ال5 دي 4 باقي لي فيها 1 على كام بقى؟ على 4 اللي هي في المقام، يبقى 11 وربع ايه؟ وحدة مربعة. تمام. تعال نشوف مثال تاني عشان تفهم اكتر. قال لي برضو ارسم مستطيلا بالابعاد 5.5 و2.5 وحدة واحسب مساحته. عشان انا ارسم المستطيل تعالى نبدأ كده، نبدأ ال5 من هنا مثلا، ادي 1 2 3 4 5 والنص يبقى لحد هنا كده اهو، وصل. طيب هنا 2.5، ادي 1 2 والنص هنا كده، وصل كده اهو. تمام. احسب بقى مساحته. هقول له مساحة المستطيل بتساوي، مساحة المستطيل هتساوي الطول في العرض. الطول في الايه؟ في العرض. الطول عندك 5.5 هتضربه في العرض اللي هو 2.5. اسهل طريقة او اسلم طريقة معاك انك ترفع الكسور. حطه هنا كده 2 في المقام وهنا 2. والخمسة في 2 ب10 وواحد 11 اللي هو ايده في رجله زائد راسه. 2 في 2 ب4 زائد 1 5. اضرب، هتضرب 11 في 5 ب55. 2 في 2 ب4. عشان تقسم، طيب تعالى كده اقسم. هقول 5 على 4. 5 على 4 خدت من ال5 دي 4 ماشي. 5 على 4 يبقى اخد منها 4 بواحد، باقي لي من ال5 كام؟ 1. تحطه هنا كده، بقت دي 15. بقت دي 15 على 4. 15 على 4 تقبل؟ لا. طب 14 على 4 تقبل؟ لا. 13 لا. 12 لا. 12 هاخد من ال 15 دي كام؟ 12. 12 على 4 فيها الايه؟ التلاتة. فالتلاتة باقي لي كام بقى؟ انت خدت كان 15، خدت منهم 12، يبقى باقي لك 3 على 4 يعني 13 و3 ارباع وحدة ايه؟ مربع. ماشي. بكده احنا خلصنا شرح الدرس ده. يا رب تكونوا فهمتوه. لو احتجتوا اي حاجه اكتبوا لنا في التعليقات. وتابعونا كمان على صفحتنا باسم متعة الرياضيات على الفيسبوك، بننزل عليها حاجات كتير. والسلام عليكم ورحمه الله.